ايه يا بنات، ما تخيلتش ان انا اعملها بكل سهولة كده ويطلع طعمها بالحلاوة والجمال ده. سهلة وبسيطة وطعمها بجد خطير. مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، يعني مش هتتكلفي ولا كمان هتبعتي تجيبي حاجة من السوبر ماركت. دي مكوناتها سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا ايه. يلا بينا. واول حاجة معانا هنجيب كوباية ونص من الدقيق، ويكون الدقيق معانا هنا يكون منخول. هنزل عليها كمان بنص كوباية من جوز الهند بالشكل ده. الجوز الهند ده كان متبقي عندي من رمضان وما كنتش عارفه اعمل بيه ايه، فجات لي الفكره دي والوصفه دي، قلت لا انا هعمله بيها. حطيت كمان عليها كده معلقه من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من النشا وذره بسيطه من الملح. سامحوني بقى يا بنات لو انا صوتي كده متغير شويه، معلش عشان عندي برد، وانتوا عارفين قد ايه برد الصيف ده بيبقى مزعج جدا. ادعوا لي بس بالشفاء. الحمد لله. هنا بقى جبت بوله وابتديت احط فيها 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وحطيت عليهم كمان كوبايه من السكر، وطبعا لازم نحط فانيليا. حطي بقى فانيليا باودر، فانيليا سايله، زي ما انت حابه تحطي تقدري تحطي. اضربهم هنا بقى كويس جدا كده بالشكل ده لحد ما القوام بتاعي يبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا بنات. هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت ومعلقه من السمنه، وكمان هنزل عليهم بنص كوبايه من الحليب وكوبايه كبيره من الزبادي، وابتدي ان انا اضربهم كده بالشكل ده، بس مش هطول في الضرب. انا بقى هجيب المواد الجافه اللي احنا عملناها مع بعض وابتدي انزل بيها كده بالشكل ده حبه حبه. ما تنزليش بالكميه كلها علشان الكيك بتاعك ينجح معانا بكل سهوله، وكمان علشان جوز الهند متقل الضرب شويه، فانزلي بيه حبه حبه علشان المضرب بتاعك ما يبص. ضربناها كويس كده في اتجاه واحد، وبعد كده بجيب اي قالب عندي يكون كده متبطن بماده دهنيه وكمان بالدقيق بالشكل ده، وابتدي اصب فيه الخليط وادخلها الفرن رف اوسط. هتقعد معانا بالظبط ساعه الا ربع على درجه حراره 180. وهنا بقى في كزرولة عندي هنزل بنص كوبايه من جوز الهند، وهنزل كمان بمعلقه من النشا، وكمان نص كوبايه من السكر، وكوبايه من الحليب، وكمان هنزل بمعلقتين من الكريمه. لو عندك تقدري طبعا تشيليها لو مش حابه، وتقدري تستبدليها بمعلقه من القشطه، واحط عليها كمان فانيليا، وابتدي بقى اقلبها كويس لحد ما المكونات تدوب معانا، واحطها على النار علشان تبتدي ان هي تستوي معانا وتتماسك مع بعضها. هنا بقى الصوص ده كده صوص خفيف، انا عايزاه كده خفيف، هاخد منه كوبايه واشيلها على جنب، وهبتدي ان انا اتقله بقى ازاي. هجيب دلوقتي الصوص معانا اهو، وهحط بقى معلقتين من النشا صغيرين، وعليهم كوبايه من الحليب، وممكن تستبدلي الحليب لو مش عندك بميه، وابتدي اقلبه كده مع بعض وابتدي انزله على الخليط. وبصوا بقى الصوص معانا هنا تقيل ازاي. انا عايزه بقى الصوص كده يكون صوص خفيف كوبايه، وصوص كده تقيل حوالي كوبايه ونص معانا بالشكل ده. وتعالوا بقى نشوف الكيك بتاعنا بعد ما استوى معانا هنعمل فيه ايه. اول بقى ما الكيكه تطلع كده معانا ببتدي اسقيها بالصوص الخفيف بالشكل ده، وابتدي اسيبها بقى حوالي ربع ساعه كده علشان تبتدي ان هي تبرد معانا، وتبتدي ان هي تتشرب من الصوص الخطير ده. هعمل لها بقى كده شويه فتحات كده علشان تبتدي الصوص يتوغل كده ويتغلغل. حلو يتوغل ويتغلغل ده، والله بقول كلام حكم يا جماعه. المهم ما علينا، يعني يدخل جوه الكيك. وتعالوا بقى هنا علشان نبتدي ان احنا نقلبها كده بكل سهوله. طبعا قعدت اسمي بقى الله وكده، ويعني كنت خايفه ان هي بصراحه ما تظبطش معايا وما تقلبش وتحرجني قدامكم، بس الصراحه الحمد لله يعني بصوا اتقلبت بكل سهوله. وجيت بقى هنا بالصوص التقيل بقى كده نزلته بقى عليها بالشكل ده. خطيره وطعمها خطير، عارفين تحفه تحفه تحفه. انا بقى كنت جايبه الشوكولاته دي اللي هي الرافايلو، بس مش الرافايلو طبعا، ده اللي هي المصريه، يعني كيس كده ب5 جنيه فيه 3 وحدات. جبته كده وابتديت ان انا ازين بيه. هي بتبقى بجوز الهند، بتبقى تحفه وشكلها جميل وطعمها بجد خطير. عارفين طعم الكيك كده دايب كده، تحسوا ان الكيك كده كانها ايه، عارفين طعم السحلب كده شويه، طعم كده كريمه كده بجد خطيره كده وطعمها حلو قوي. وجوز الهند بقى يعني عارفين مخلي طعم الكيكه في حته تانية خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم انا متاكده، وطعمها بجد خطير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.